تصريح خطير من كريستيانو رونالدو بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وإقصائه من كأس العالم يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي في دور الثمانية لكأس العالم، ليحقق المنتخب المغربي إنجازا جديدا لم يسبق لأي منتخب إفريقي ولا عربي الوصول إلى المربع الذهبي من كأس العالم ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي. فقد صرح قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: هذا اليوم من أحزن الأيام التي عشتها في حياتي، لأن هذه البطولة كانت آخر بطولة سأشارك فيها في كأس العالم. لا 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 لا, لا تكذب. أنت قلت قبل شوية إنك شيبة، خلاص انتهن أيامتك. ليش أنت تكلمت قلت أنا كريستيانو، أنا بعتزل لأنهم فازوا علي، وأنا بكيت وأنا ليش تكذب؟ ليش؟ شوف، إلا الكذب. أنت تكلمت قبل شوية قلت لهم خلاص أنا ما أقدر، أنا ما عاد معي جهد، أنا شيبة خلاص انتهن أيامتي، صح؟ يا ما معانا الكذب، هي تكذب علينا، واصل ما تكذب، شبعتنا كاذب يا أخي، روح لك.